عاد عليكم كل سنة بألف خير. الأهل تعبوا وعمروا بيوت وصفوا الحجار، حجر جنب من حجر ومدماك فوق مدماك، تيأمنوا بيوت تيعيشوا فيهم أولادهم. بس بهالظروف الصعبة ومثل العادي بكل ضياعنا، هالولاد مثل طيور السنونو هاجروا، كل واحد صار بمطرح. هلأ رح نروح نحن وياك جولة صغيرة ع بعض البيوت اللي فتنا عليها، وأكيد كل بيت بالمشتى بتفوت عليه رح تلاقي عندهم أولاد مغتربين. هلأ الأهل بعض الأهل رح يعيدوا أولادهم بالغربة، وتنعاد عليكم كل سنة بالخير. صباح الخير يا ماما، كل عيد وانتم بخير حبيبي. تنعاد عليكم وعلى كل رفقاتكم وعلى كل شي محبينكم، يخلي لكم اولادكم. كثير مشتاق لكم وكثير بهالعيد استفقدناكم. بحبكم كثير. مرحبا، كل عام وانتم بخير، تنعاد عليكم كل سنة بالخير وخلاص. الله يخلي لي اياكم. كل عام وانتم بخير، ميلاد مجيد عليكم بابا كلكم وعلى كل أولاد العالم وعلى كل شي عيد بالعيد وتعب واشتغل بالضيعة هلأ وقبل. إن شاء الله كل سنة وكل ميلاد بتكونوا بألف خير يا رب، وبشوفكن دائما متوفقين وناجحين. جوجو حبيبي، كل عام وانت بألف خير، وإن شاء الله هيك بفرح فيك عن قريب وانت أحلى شي بالعيد، وانت العيد بذاته حبيبي. موفق وبحبك كتير، وإن شاء الله بينعاد على كل الشباب بألف خير يا رب. حبيبات القلب، يعني مر العيد ما كأنه عيد بالنسبة إلنا، لأن كان انتو بعاد عنا. إن شاء الله يا رب نحن بنتحمل كل شيء، بس انتو تكونوا مبسوطين، وإن شاء الله تنعاد عليكم كل عيد وانتو بخير وتضلوا بصحة وبخير، ونحن ما بدنا غير هيك. وإن شاء الله يا رب ينعاد على كل شباب المشتى وشباب العالم بالخير والصحة. أبو جريج الغالي حبيب قلبي، ينعاد عليك يا بي يا روحي، إن شاء الله بالخير وبالصحة يا رب. إن شاء الله هيك السنة الجاي نشوفك قريبا هيك بيناتنا، وسلم على الشباب وعيد الكل. هو إذا بدك تجي الحقيقة العيد مانا معيدين، بس بنتمنى يكون العيد خير على كل الناس، ومنعيد الأولاد والأقارب والمحبين كلهم وجميع الناس المقيمين بالمشتى والمغتربين، وبنتمنى الخير لصاحب الصفحة وبس. مرحبا، إن شاء الله بهالعيد الحلو، هالسنة الجديدة الجاية ينعاد على الجميع بالخير وبالصحة يا رب. وبعيد المغتربين إن شاء الله بينعاد عليكم وعقلكم بالخير وبالصحة، وبتمنى يكون هالسنة سنة خير على الجميع. وخاصة يا قلبي كمان حبيب قلبي أنطون ونتالي، السنة معيدنا سوا، إن شاء الله السنة الجاية بنجتمع يا ماما ومنعيد، وكل واحد مسافر بيرجع لعند أهله بيعيد هنو ياهن، وتكون هالسنة خير عليهم بالصحة وبالسعادة يا رب. مثل ما شفنا هاي جولة صغيرة بالبيوت، بعض البيوت الحقيقة اللي أولادها مغتربين، وثلاث أرباع إذا مو 90% من بيوت المشتى وبيوت ضياعنا صاروا أولادهم بالغربة. بنطلب إنه إن شاء الله تتحسن الظروف ويرجعوا هالأولاد يجتمعوا مع أهلهم تحت خيمة بيتهم اللي عمروه سوا.